بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك ربي إني كنت من الظالمين. رجعت لكم بفيديو جديد، روتين الشتاء، روتين يومي جديد مصري أصيل. طبعا احنا داخلين على الشتاء، فكان لابد ان انا ايه يا جماعة استعد للشتاء بروتين جديد. واستعدادنا هنا في الأرياف أو في أي مكان كنا بنغسل القمح عشان خاطر اللي ربما تشتي أو تمطر في أي وقت. فأنا نويت إن أنا أغسل كمية من القمح عشان أخزنها. الظروف والجو ما يبشرش أبدا بخير. فده روتيني النهاردة، روتيني اليوم الجديد بتاع النهاردة. طبعا مصطحبة في دودي، لابد إن هو يصطحبني على طول وأنا بعمل أي روتين عندي أو أي شغلانة في بيتي. روتين طبعا الست الشاطرة هي اللي بتستعد وتجهز حالها وتستعد للشتاء وتستعد لأي يوم تاني. حطينا طبعا كمية من الغلة أو القمح، هنغسلها عشان بس نفسنا ناكل عيش شمسي. فهي حتى بتنفع يعني انتوا عارفين كيس الدقيق برا يمكن أعلى من 15 جنيه. طبعا أنا هنا هغسل كمية هعمل منهم كيك، لأن أنا بطحنه طحين فينو فبينفعني صراحة. بعمل منه كيك، بعمل منه قدوسية، بعمل منه فطير، كله ده بينفع. بعمل منه عيش، فكله بينفع يعني وبيوفر عليكي. طبعا عارفين كل حاجة برا والأسعار غالية نموت، فطبعا موفر عليك. الأول عايزة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود يجعل عام 2023 عام سعيد، مليان بالخير والبركات، ويزيح الغم عن كل المسلمين وعن كل العالم يا رب العالمين. قولوا أمين يا رب إن شاء الله. ما تنسوش حبايبي اللي بيتفرج على قنواتي، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك بالله عليكم. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. لو حاسين انكم انتوا حتى بتستفادوا او بتستمتعوا بالفيديو، يا ريت ما تنسوش تعملوا الاشتراك واللايك، واهم حاجه اللايك بالله عليكم، وفعلوا زر الجرس اللي باللون الاسود عشان يصلكم كل ما هو جديد. ربنا يعدي إن شاء الله سنة 2023 اللي جاية، يجعله عام خير مليان بالخير والبركة، ويزيح الغمة ويزيح الضغط عن اقتصاد العالم وخاصة مصر يا رب إن شاء الله بإذن الله. ويزيح الغمة عن كل متضايق ويفرج كرب كل الناس إن شاء الله بإذن الله يا رب. طبعا انتوا شايفين الجو قدام البيت، الزرعة والخضرة دي انا اللي زرعها بايديا. سبحان الله بتخلي المنظر والمكان كأنه من الجنة. انا اول واحدة زرعت في الشارع لما سكنت، لان انا بعشق الزراعة فعلا، وجيراني كلهم لما لقوني ان انا زرعت كلهم عملوا زيي وراحوا زارعين زي ما انا زرعت. جبنا عنب وجبنا تين وجابوا واللي جاب خضار واللي جاب فاكهة، كله زرع في الشارع. أصبح مثال للبيئة الخضراء المنتجة. وإن شاء الله يعني لو عايزين أي فكرة في الزراعة قولوني وأنا أساعدكم. بصوا الدودي طبعا بيبقى فرحه النهاردة هو نازل في المية، ومع ان الجو ساقع بطريقة فظيعة. سبحان الله يا حبيبي ما تلعبش في المية، مفيش ابدا، فرحان جدا هو بالمية. شايفين الدنيا طبعا الهواء والبرد والشمس ضعيفة. رغم ان الشمس ضعيفة بس برضه انا قررت ان انا اغسل القمح. خفت انا الفترة اللي جاية تنزل امطار، وفي تحذيرات كمان انها تنزل ثلوج احتمال في الفترة اللي جاية. فقلت ايه هيبقى الدقيق موجود عندي في اي وقت احتاجته، كان بيه ما احتاجتوش اهو موجود في البيت، يعني ايه ما بيضرش ابدا وبينفع. معلش ادي العم الحاج دودي عمال يلعب طبعا في القمح. يا حبيبي اسكت يا ولدي اسكت، ما فيش ابدا، ما بيسكتش. هو فرحه كده انه يلعب في المية. طب والمية الجو ساقع وبيبل هدومه، بلا الغريب ده مش هيسكت غير لما يجرق هدومه كلها مية. مش لاقي اي حاجة غير ان انا اسيبه يعني. هو ده طبيعة محمد، بيحب اللعب بطريقة غريبة يعني. شايفين الخضرة ولون الزرع جميل ازاي يعني. صراحة انا زرع في كل مكان قدام البيت، بستغل كل اي في حتة وزرع فيها والله. القمح كده انا غرقته مية، وطبعا اهم حاجة تغسليه مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر ما يبقاش فيه تراب ولا رمل، ويبقى ايه لما ان شاء الله كده تطحنوه ما يبقى نظيف كده وطعمه حلو. محمد طبعا عمال يدلق لي ميه في كل حته. ربنا يهديه عليا دودي.
هو الرفيق والله مسليني طبعا العيال الكبار تسألوني أو أكيد كلكم مش واخدين بتفكروا بالهم مني، سنة وهو اللي مسليني 2023 الوحيد اللي دي رجله على رجلي في كل هيبقى مكان. شكلها إيه. والله إحنا كلنا بندعي إن شاء الله تكون عام مليان بالخير والبركة، لأن الناس تعبت والله من الحالة الاقتصادية اللي واصلة ليها البلد بجد. يعني الناس عمالة تشد في شعرها، خاصة في ناس يمكن في المدن عندها شغلة واتنين، لكن الأرياف سبحان الله مزنوقين شوية وحياتهم مزنوقة شوية. ففي ناس بتشد في شعرها يعني من الحالة اللي وصلت لها البلد والأسعار اللي اتضاعفت، وعشمانين إن الفترة دي تكون فترة بسيطة يعني وتعدي، وأزمة وتعدي إن شاء الله. عشمانين في ربنا خير إن شاء الله، وربنا يكرمنا إن شاء الله ويكرم الناس كلها يا رب. بس أقنعت محمد إن هو يمسك لي الخرطوم، بس عمال يكب شوية على القمح وشوية عليا، عقبال أما هجوم ألاقي نفسي غطسانة في بركة مية طبعا. هو كده آخر أمل ومنتهى السعادة، هو ماسك الخرطوم المية كده بيتخانق معايا خناقة عشان يمسكه. انتوا مش سامعين الصوت لأن أنا فاصلة الصوت طبعا. لما حاولت اخد منه الخرطوم فراح مديني بوسة عشان يقنعني ان انا امسكهوله. بس ولما والله قلت له ما انا تاخدش لما بيجيب عني الخرطوم شويه بحس ان البيت ما فيهوش اي بني ادمين، يعني مسليني رغم من كده، وغتته حلوه يعني جميله. بس كده يا جماعه انا بحاول اهو. شطفت القمح، شايفين لون القمح طبعا. اهم حاجه يكون نظيف بهذا الشكل، وتكون الميه نظيفه. غسلته مره واتنين وتلاته ليلة رأس السنة دي ونفرح. وكانت بقى تيجي اليوم المفتوح في التلفزيون، لما كان التلفزيون قناة واحدة، ونفضل مستنيين لحد ما يطفوا النور في التلفزيون، والتلفزيون تقفل القنوات وبعدين تولع تاني. لكن دلوقتي والله مع الرتم السريع بتاع الحياة ما حد عاد حاسس برأس السنة ولا بغيره. اكتبوا له وقولوا لي انتوا بتعملوا ايه في رأس السنة. احنا ما بنعمل شيء، بيعدي كأي يوم تاني يعني، ما بيختلفش عن اي يوم. بقت الايام كلها واحد والله. لكن في ناس اظن لسه بتحتفل بيه، فلو كنتوا بتحتفلوا قولوا لي بتحتفلوا ازاي، نحكي مع بعض يعني، نشوف ايه العادات بتاعتكم. لو كنتوا من دول تانية غير مصر قولوا لي ايه العادات بتاعتكم في رأس السنة. ناخد نتعرف على عادات بعض يعني في رأس السنة بتعملوا ايه وكده. احنا والله يمكن في ساعات ما بنحسش ان في رأس السنة النهاردة خلاص، وما بندراش الا اذا فتحنا التلفزيون. يعني الحياة عادت صعبة واخدة الناس في دوكة كده، محدش عاد حاسس بأي حاجة، كله بيدور على لقمة العيش. سبحان الله يا رب. ربنا يهدي الناس ويهدي غلو الأسعار دي علينا. بصوا غسلت أنا طبعا، بحطهم في الشكارة يا جماعة عشان ايه، هنا القمح لو فضل مية كتير في المية ممكن يبوش ويبقلل كده ويبقى حجمه كبير، وما ينفعش، ما يبقاش حلو في الطحين يعني. فانا بحطه في الشكارة كده عشان يصفى اول باول، ما يخزنش ميه يعني، ما يبقلش منه ويبوظ يعني. شايفين الميه طبعا ميه نظيفه ازاي. انا غسلتهم مره واتنين وتلاته، وبكل شويه بصفي الميه عشان خاطر الطحين يبقى ايه نضيف. لكن والله انا حاطه ايدي في الميه تلج. بس الشغلانة الصبحية منسية زي ما بيقولوا يعني. الواحد شغل الفجر ده جميل، وأنصحي بدري جدا على فكرة من 5:30 عشان أخلصهم. فالشغل بدري حلو، والناس الكبار بيقولوا شغلانة الفجرية منسية، يعني تشتغليها كأنك ما تحسيش انك انت اشتغلتي حاجة في أول يوم. قدامك بقى اليوم ترتاحي وتطبخي وتجهزي أكل وشرب وكده. لكن لما الناس اللي بتنام متأخر كده وتصحى متأخر ما بتحسش ان اليوم فيه بركة، ما بيبقاش فيه بركة ابدا. كانوا بيقولوا انه في موجة، ملاحظين انتم متابعين احداث طبعا، في موجة من الصقيع. سبحان الله، ربنا ينقذ الناس دي كلها يا رب، ويزيل عنهم الغمة. الناس اللي هم الامريكان دول يا جماعة متعرضين لعاصفة ثلجية 50 درجة تحت الصفر. فهم بينوهوا، قالوا احتمال ان العاصفة دي تيجي مصر. فمش عارفة يعني والله، في ناس كتيرة بتشكك ان العاصفة دي ممكن في اي وقت. والمشكلة ان هي لو ولت على مصر بيقولوا قدامها 24 ساعة تكون وصلت هنا يعني. فعشمانين في ربنا ان هي ما تجيش. الناس مش نافعة من غير عاصفة، هتنفع بالعاصفة؟ ربنا طبعا. الامريكان عندهم امكانيات وعندهم كده، وعمال ينظف الشوارع. واقسم بالله ما تيجي العاصفة هنا في مصر يا جماعة، ربنا يبقى يرحم الناس ويتولى الناس برحمته. انا غسلت القمح، وشايفين بركة المية اللي تحت القمح.
معلش انا بغير لكم بس في الموبايل عشان تشوفوا الدنيا هناك. شايفين حتة الشمس البعيدة هناك خالص دي؟ انا خلاص كده خلصت الغسيل، وهبتدي ان انا قاعدين شوية كده هشطفهم من المية وهصفيهم، وخلصنا الخليصة كده وغسلنا القمح كله. فاضل بس ان انا اغسل بلاستيكية واصفي جزء شوية القمح اللي قاعدين فيها. وهناك في الحتة اللي هناك اللي لونها ابيض دي بعيدة دي انا هنشر شوية القمح دي. طبعا انا هنا بنزل الخرطوم على القمح عشان ايه؟ لو كان في ترابة ولا حاجة تتصفى تنزل تحت في الشكارة من تحت. يعني برضو بديها وش تاني، وش غسيل تاني عشان القمح يبقى نظيف. احنا كنا بنعمل كده يعني زمان، وجداتنا علمونا كده وامهاتنا كانوا بيتلموا بقى، مش بيغسلوا كيلو ولا 2 ولا 3 زي ما انا بغسل كده. كان بيجيبوا الطشوط الكبيرة اللي هي طشوط الألمونيا دي اللي اختفت دلوقتي، ما بقيش لها، محدش قاعد بيستخدمها يعني. كل الناس بقت مودرن. كان بيجيبوا الطشوط الكبيرة دي ويحطوا فيها الغلة، يحطوا شكرتين 3 4 5. هو ده الطحين، كان الخير كتير سبحان الله يعني. وكانت الناس تغسل بكميات يعني، ما كانش تغسل شكارة ولا نص، كان بيغسلوا بالأربع والخمس شكاية. ممكن العيلتين يتلموا، جيران ولا أصحاب كده يتلموا يغسلوا، يقعدوا بالثلاث 4 ساعات يغسلوا القمح ده، والناس تبقى زي الفرح كده، العيال والناس. الكلام ده ما أنا بروح واجي في الأرياف والله ما عدتش بشوفه يعني، ما عدتش بشوف اللمة دي. حس إن كل حاجة الخير قل وكل حاجة قلت. خلاص أنا كده خلصت القمح، بس يفضل شوية بشطفهم بالاستيكان من تحت. على فكرة يا جماعة بحب اديكم توصية بس عشان قالوا الاسعار والدنيا اللي ضاربة دي خالص. احب اقول لكم يعني يا ريت لو انتي حالتك ميسورة، حالتك نص نص، حالتك ضعيفة، حالتك المادية يعني، يا ريت ما تشتروش يا جماعة غير الحاجات اللي هي الأساسية. لأنك انتي لو اشتريتي الحاجات اللي هي الرفاهيات دلوقتي فهتيجي عليكي ب3 أضعاف الأسعار بتاعتها الأصلية. فحرام انك انت تصرفي فلوسك وفلوس اولادك، محدش عارف الدنيا فيها ايه قدام، تصرفيها انك انت تشتري بيها ايه حاجات مش اساسية اللي هي رفاهيات. شيلوا واشتروا بس الحاجات اللي هي الضرورية، وخلوا الحاجات الرفاهيات دي بعدين لما ان شاء الله تنزل الاسعار هنشتريها شوية بس قدام كده. فلو معاكي مبلغ ولا حاجه زي كده يا ريت ما تصرفوش، لان الاسعار محدش عارف. لانه بص يا جماعه، مش الغلو وارتفاع التضخم ده مش موجود في مصر بس، دي موجود في العالم كله. انا اختي عايشه بره، بتقول لي الدنيا هناك نار في في كل مكان والله. الغلو ده مش من مصر بس. بص انا شلت الشيله كده ورحت هناك في الركن البعيد الهادي، عندي حته شمسيه لان انا بيتي ما فيهوش شمس، فرحت هناك عشان خاطر القمح يلحق ينشف، لان الدنيا هوا النهارده وسقعه، فعشمان ان هو ينشف يعني. فرحت هناك بعيد خالص ورحت نشره القمح في حته الشمسيه دي عشان يلحق ينشف بسرعه يعني. فهو انا بقول لكم الجلو ده مش في مصر بس، في كل حته. فحاولوا انكم انتوا، احنا مش عارفين كمان كله ده بسبب الحروب يا جماعه، الحرب اللي هي في الاوكرانيه دي وكده. ده الزرع اللي انا زرعاه بايديا، ده ايه سبب رايكم؟ الحرب. بص البيت انا مخليه البيت جنه قدام. نزلت بعد او طلعت بعد ما خلصت غسيل القمح وزيت الزرع، فطلعت عشان ايه؟ عشان اجهز لقمه للاولاد. احمد كان جاي من السفر، فقررت ان انا اعمل لهم مكرونه بشاميل. طبعا انتوا عارفين التتبيلات بتاعه المكرونه البشاميل والخلطه بتاعتها. ده البشاميل بتاع المكرونه، ودي العصاج، وغاليه الميه عشان احط فيها المكرونه. وادي المكرونه بتاعتنا سقطها جوه الميه مع شويه زيت وشويه ملح. وهعمل المكرونه اللي اولادي بيعشقوها صراحه. فكل يعني احنا ما بنعملهاش قوي بكتره يعني، لكن ما يكون اولاد نفسهم فيها انا بعملها يعني، بعملها مكان الطبيخ يعني مع اللحمه كده، طبق جميل يعني. الاولاد بيعشقوه ويملى البطن يعني صراحه. صراحه ادي المكرونه بعمل انا بقى هعمل صينيتين كبار مش صينيه واحده عشان تفضل مع الاولاد يعني.
صراحة في البرد ده أي حاجة بتأكل، أي حاجة في البيت موجودة بتأكل يعني، وصراحة حافظة على كل حاجة يا جماعة. وبقول لكم على فكرة انك انتي الأسعار كل مدى في زيادة. لو معاكي أي مبلغ حاولي انك انتي تشتري بيه السلع من دلوقتي وتخزنيه عشان شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم بخير. فحاولي انك انتي لو معاكي أي مبلغ تشتري مكرونة، اشتري رز، اشتري عدس، اشتري سكر، اشتري زيت، كله ده يعني أي مبلغ معاكي حاولي انك انتي تشتري بيه شوية حاجات وتركنيهم على بعض على جنب لشهر رمضان الكريم إن شاء الله بإذن الله. يا ربنا يعود ينولهن يا ربي إحنا وإنتم إن شاء الله. ليه؟ لأن برضو الأسعار الفترة اللي جاية هتزيد تاني، فأنت أولى بالزيادة دي حتى ولو شهرين 3 إنك أنت تدبري كل شوية أشتري لقدام، مش حاجة تكفيني شهرين 3 يعني. فأنا حاولت إن أنا كل شوية كان بيتدبر معايا مبلغ كده أروح أشتري شوية حاجات وأركنهم في الدولاب، مش هيضر. مش هتشتري حاجات تكفيك اكتر من 3 شهور عشان حاجة ما تبوظش وما تسويش معاك يعني. بص كده بعد ما غلت المكرونة وعملنا العصاج وعملنا هنغسل المكرونة بتاعتنا ونصفيها من المية السخنة. وادي الصينية اللي هننزل فيها المكرونة، هننزل طبق من المكرونة طبعا. زي ما كلكم بتعملوا او ممكن تكونوا بتعملوها احلى مني، بس انا في احتكة بس هقولها لكم بسيطة في المكرونة البشاميل بتخلي البشاميل معاكي جميلة قوي وطعمة قوي. اهم حاجة تحطي لها التكتين اللي انا اقول لك عليهم دول. حطيت كمية من المكرونة، انا بستخدمي بيضة، بيضتين، 3 بيضات براحتك انتي يعني حسب الموجود عندك. اصلا انا عندي الفراخ ما بشتريش يعني. هنزلهم طبعا على البشاميل، مع ذلك مع ان البشاميل قاعد سخن شوية، لكن انا طالما ضربت البيض مش هخاف قوي عليه ان هو يعمل يكون بياض او يعمل قطع كده في البشاميل. ضربهم كويس وايدي على طول ضربت، شايفين البشاميل ناعم وجميل ازاي. بس كده ضربت ضربة كويسة خالص بحيث اتأكد ان كل البيض اتخلط. بس كده يا جماعة نزلنا البشاميل. انا بحب المكرونة عليها بشاميل كتير. والتكة اللي انا هقولها لكم في البشاميل وخلي البشاميل معاكي حلو قوي يا جماعة، حاولي تحطي معلقتين صلصة على البشاميل العصاج. او تضربيه بالبشاميل. لو عندك معلقتين جزء صلصة المكرونة اللي